لتالت مره فيديو لدعم المنتجات المحليه، ساعدنا وانشره لعل وعسى نبقى انا وانت سبيل ان حد لسه بادئ مشروع يكبر ويتفتح بيته مثلا منه او يشغل ناس. يلا بينا، دي تالت سنه نعمل فيها الموضوع ده. هعرض لك منتج، لو بتتفرج من الانستجرام هتلاقيني عامل لهم تاج في الفيديو، لو بتتفرج من الفيسبوك هتلاقيني حاطط صور الاكونتات بتاعتهم في الكومنتات، ولو بتتفرج على التيك توك حضرتك روح اتفرج عليه في الفيسبوك او الانستجرام عشان توصل لهم. يعني هجي لك ازاي؟ هم على الانستجرام. يلا نشيل بقى الكلام ده كله عشان نبدا، بس ثانيه واحده ننده لعاليه اللي ماسكه المشروع. تعالي عاليه بسرعه. عاليه شكرا، اطلعي بره، مع السلامه. يلا بينا. اول منتج معانا كانديلا ستور. مش عاوز المقص دلوقتي. اول حاجه هنتكلم عليها هي الباكجينج والبراندنج. حاطين QR كود في الكارت، ويعني الباكجينج بتاعهم انا فاهم هو كده ليه، لان هو شمع، والشمع في معظم الاحيان بيجي لنا مكسور، فبرضه فكره ذكيه ان احنا نلفه بالورق ده. بالنسبه لكانديلا ستورز انا عندي ملاحظتين. الملحوظه الاولى ان علبه الكبريت اللي جايه لي مع الشمع تحفه تحفه تحفه، يعني اوفر تحفه. وموضوع ان انت بتعملي ريفيل للحاجات الكوبايات اللي عندك برده حاجه كرييتيف. الملحوظه الوحيده اللي عندك وانت بتلفي الحاجه لفيها بالراحه علشان ما تتكسرش مننا احنا بنفتحها. احنا بقالنا ساعه بنفك الراب. كل دول توله هوريهم للناس امتى. قبل ما افتح الباقي عايز اقول ان طريقه بعت الحاجه بالستيكر بالورد حلوه جدا. بس معلش انا عايز ابدا بالكارت بعد اذنك. بحب قوي الستارت اب اللي عنده فيجن وميشن من قبل ما يبدا. عندهم براندنج، عندهم باكجنج حلو، عندهم لذاذه كده في توصيل المعلومه. باعتين لي الورقه دي مبدئيا بيقولوا لي ان في قطعه فيها فكره جديده اول مره تتعمل، وفيها دمج بين المكرميه والريزن اللي هي دي. ده ريزن عليه ايه الكرسي، ودي مكرميه. وانا بالنسبه لي بجد دي تعتبر من ألذ الحاجات اللي جات لي النهارده. عندهم دايما تاتش بيزودوها للبرودكت بتاعهم، في سنس. الماتيريال بتاعتهم هاي كواليتي سواء كانت الريزن او المكرميه. بينجيجك انت في الحاجه، فممكن يعمل لك الحاجه كاستمايز ليك. خليني اوريك. مثلا دي ساعه ريزن جايه لي منهم. ايه الاضافه في الساعه؟ ان هم مزودين ليد لايت ورا وعاملين له زرار، فلما تيجي تتعلق على الحيطه بتبقى بارزه سنه، والليد ده بينور بالزرار. هي دي التاتش اللي بيتكلموا عليها. تاني حاجه هي مرايه معموله بستايل المكرميه. انا عاجبني قوي البراندنج بتاعهم، ان هم حاطين اللوجو بتاعهم هنا. التفاصيل حلوه. خلاص يا علي، خلاص عرفنا ان انت ظاهره في المرايه. البرودكت اللي بعده هي بتاعه تعليق المفاتيح بالريزن. منك لله، انا لسه شاري واحده. طبعا هقول تاني ماي فيفورت ايه الكرسي اللي هي ميكس بين المكرميه والريزن. واخيرا وليس اخرا هي شنطه كنت فاكرها مكرميه طلعت شنطه، وريم مراتي شبطت فيها بصراحه هي وعليا، وهيتخانقوا بعد ما نخلص تصوير. شنطه، فانا مش عارف اقول ايه، بس هم بيتخانقوا عليها بره. شكرا تولا، والكارت بتاعكم روش قوي. والان مع وايكو كرافت. مبدئيا هم باعتين الحاجه بتاعتهم بالبريد المصري، فده يعرفك ان هم عندهم توصيل للاقاليم. ياسمين، انا لو فاتح براند كروشيه لنفسي مش هتبعتي لي ده كله، بس انا هقرا الورقه دي لان هي مهمه. بتقول لك انا ياسمين، بما معناه ان هي بتشتغل زي ما انت شايف بالمكرميه. واحلى حاجه بتقول بشتغل الاوردر بحب كانه قطعه ليا. والله العظيم انت قمر. في حاجه ضايقتني منك هقول لك عليها دلوقتي. انا دي ميداليه مفاتيح عجبتني وجات لي، فبقرا الورقه عشان اعرضها للناس. مكتوب كي تشين سمول جيفت فور عاليه. ايه؟ نرجع للحاجه بتاعت ياسمين. انا بحب المكرميات مؤخرا، كواليتي حلوه، شكلها حلو، والفكره ان هي لو مش عاجباك ممكن تكلمها تقول لها تعمل لك ايه فيها يعجبك. تاني مكرميه لو عندك مكان بالطول. تالت مكرميه، وده بصراحه يعرفك ان عندها فرايتي. يعني لو انت بتفرش بيت جديد او حاجه ومحتار في اشكال، انت ممكن توري لها الاريا وهي تقترح عليك. وفي الاخر حاجات صغيره كنت فاكرها لعاليه عشان تلم بيها شعرها، طلعت بتتعلق على الحيطه. معلش انا جاهل يا ياسمين. هي حلوه جدا بس يعني انا ما كنتش فاهم هي ايه في الاول. واخيرا وليس اخرا مكرميه للعربيه، ودي هعلقها في عربيتي فعلا. وايكو كرافت، بجد الحاجه بتاعتك حلوه قوي. مبسوط ان انا معاكي في الكامبين دي. والان مع هدير ارت. براندنج لذيذ وشيك وشكله كلاسي وحلو. ممكن افتحه؟ 100% هاند ميد. هدير، هو انا مش معقوله كل برودكت هقعد اقول له انت كنت فين وانا بفرش للجواز. هدير بجد، وانا بفرش لو اعرف ان انت موجوده كنت كلمتك انت. بيسز اوف ارت، هم 3، ادي واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه، تحفه. هسيب دي للاخر عشان دي مفاجاه. الرابعه تلمع ازاي مع النور. والاخيره بقى والحلوه والمفاجاه، صوره فرحي. بصراحه احنا هنقف لحظه يا جماعه، كلنا ندخل نبص على صفحه هدير، لان هدير از ترو ارتست. بالنسبه لاس ارز، انا عايز نقف وقفه للورقه دي. بتقول لك المشروع بالكامل بتاع مامتي وانا بساعدها فيه. انا مبسوط ان انا بساعد مامتك فيه معاكي والله. كل البرودكت جلد طبيعي 100%، كله هاند ميد من ايدي انا ومامتي. احنا اللي بنعمل الديزاين والخياطه، بنعمل حريمي ورجالي وكاستمايزد على حسب الطلب. احساس حلو قوي لما اكون مثلا ماسك برودكت وانا عارف ان اللي عاملاه بنت ومامتها عاملينه بحب هما الاثنين كده مع بعض. فتعالوا نتفرج على حاجتهم. شنطه تحفه، كواليتي حلو جدا، وشكلها والديزاين شيك جدا. محفظه جلد طبيعي معموله بديزاين لذيذ جدا. هو بصي انا مش عارف دي ايه لان انا راجل جاهل، بس هي شكلها حلو. ممكن تبقي تبعتي لي تقولي لي دي بعد اذنك، بس هي حلوه اكيد. يعني انا عارف ان انا لما اتفاجئ بفكرتها هنبسط بيها. ميداليه. واخر حاجه، وسبحان الله كنت لسه بقول لريما انا محتاج انزل اشتريها، هي حزام بني جلد. انا حبيتكم قوي، ممكن اجي لكم البيت اشتغل معاكم شويه بجد. وطبعا اكتر حاجه عجباني ان انت دايما حاطه اللوجو بتاعك، عشان انت عارفه ان اللوجو بتاعك هيكبر ويكسر الدنيا وتبقي براند معروف بره وجوه مصر ان شاء الله. هبه لطفي، هو في ايه هبه بجد؟ في ايه؟ في ايه؟
في ورقه قبل ما افتح، معلش انا قطعتها. ثانك يو وليد، I hope you enjoy it as much as I enjoyed making it. I enjoy يعني الورقه دي خلتني I enjoyed it اصلا من غير كلام. انا عايز اشاهدك معايا، الحاجات دي اتعملت في 10 ايام لان احنا بلغناها بالكامبين متاخر. اتفرج على الفن. هبه انا معجب بشكل مش طبيعي بشغلك. هو ايه الحلاوه دي؟ انت ازاي عملتي دي والاثنين التانيين في 10 ايام؟ نعم، اترو ارتست، اترو ايجيبشن ارتست. هي ماضيه طبعا لوحه، نفسي اوريكم. هبه لطفي، انا بجد عايز اعرف اكتر انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي كده ازاي؟ ماي فيفورت ارتست هبه لطفي، مش هبه لطفي عادي. يا جماعه اللي بتفرشوا، يا جماعه اللي بتروحوا تشتروا من حتت غاليه منتج محلي مصري بالمنظر ده، فانا مش محتاج اتكلم اكتر من كده. حاجه كمان لاحظتها في الرسمه دي بحس الفني الضعيف الغير مرهف، ان هنا مرسوم تقريبا بالوان بارزه. يعني يا ريت نفتح صفحتها حضرتك وحاول تفهم هي بتشتغل ازاي، لان ده والله فن. دي مش لوحه عاديه، دي مش طباعه، ده حد قاعد بريشه ولا ما اعرفش انا مش عارف اي معلومه، انا مش عارف اكلمك على المنتج بس هو حلو. خلاص في منتجات تانية كده خلاص. شكرا يا عاليه. جماعه الناس دي مصريه لسه بادئه، ما عندهاش مكان تبيع فيه. الفيديو ده يمكن من السبل القليله جدا ان هم يتشافوا. ساعدني اساعدهم لان هم بصراحه يشرفوا. شكرا، وانتظرونا في حمله اخرى لدعم المنتج المصري المحلي. السلام عليكم.